اول مره مسكت فيها الروبيك اتحطيت في موقف محرج جدا. اخدت الروبيك من واحد صاحبي وقلت انا هحله، وبعد محاولات كتير جدا للاسف معرفتش احله وكان منظري وحش، وده السبب اللي خلاني اتعلم ازاي احل الروبيك. في الفيديو ده هقولك ازاي اتعلمت احل مكعب الروبيك في اقل من 3 ايام. قبل ما نبدا ما تنساش الاشتراك واللايك والشير، ويلا بينا. اول مره خالص قعدت مع نفسي واتعاملت معاه كانه لغز عادي خالص محتاج شويه تركيز وهيتحل، لكن بعد محاولات كتير اجيب يمين شمال فوق تحت كنت بحل وش واحد بالعافيه، ومجرد ما اجي احل وش تاني كان الوش اللي انا حليته يبوظ. وده خلاني اتعلم ازاي المكعب بيتحل اصلا، واكتشفت ان في طريقتين. الطريقه الاولى ودي طريقه المبتدئين، لو انت اتمكنت منها بتحلها في اقل من 3 دقايق. والطريقه التانية هي طريقه المحترفين، اللي هي لو اتدربت عليها كويس واتمكنت منها هتحلها في ثواني. وانا اتعلمت حل مكعب الروبيك من قناتين بيشرحوها بطريقه سهله جدا، هسيبلكم الرابط في الوصف. علشان تفهم المكعب بيتحل ازاي، فهو بيتقسم ل4 اجزاء، كل جزء بيتحل لوحده. اول وش بيتحل في المكعب هو الابيض، وده مع شويه تركيز هيتحل بسهوله جدا. والاهم انك بعد ما تحل الوش الابيض لازم يطلع معاك المكعب بالشكل ده، حرف التي، يعني ما يطلعش معاك بالطريقه دي. المرحله التانية ودي بدايه الخوارزميات، لازم تحل الجزء اللي في النص ده، وده ليه معادلتين. ومع الممارسة والتدريب وصلت لمرحلة إني بقيت بحرك المكعب من غير تفكير بطريقة تلقائية، والمكعب بيوصل للشكل ده. وبعد كده بندخل للوش الأصفر، وده أنا بعتبره أصعب جزء أو اللي بياخد أكتر وقت، يعني لأن بيبقى مطلوب مني إن أحل الوش الأصفر وفي نفس الوقت أحافظ على اللي أنا حليته. لما بيظبط معايا الوش الأصفر كده أنا بعتبر نفسي خلصت والمكعب اتحل، لأن الجزء اللي باقي ده هو أسهل جزء، وهو الخط الأخير في المكعب. بعد ما اتعلمت كل ده وحليت المكعب لأول مرة أخد مني 45 دقيقة. لكن بعد ما حفظت الطريقة وعرفت ازاي احل المكعب قلت أنا لازم أوصل لوقت كويس. وهنا اتحديت نفسي ان مش كفاية ان انا اتعلم حل وخلاص، انا قلت لازم احله بسرعة. دقيقة 45 ثانية. والسرعة فعلا بتنشط العقل والتركيز بطريقة جميلة، وده انا بعتبره تمارين للعقل. دقيقة 32 ثانية، وده أسرع رقم وصلت له في حل الروبيك بالطريقة العادية. وصلت لدقيقة و32 ثانية، وده بالنسبة للوقت القصير اللي أنا اتعلمت فيه وقت مرضي جدا. أول مرة مسكت فيها المكعب فكرته بسيط وسهل، وبعد ما مسكته وجربت احله لقيته معقد وصعب جدا، لكن بعد ما اتعلمت ازاي احله لقيته سهل جدا. علشان كده قررت ان اي حاجة نفسي اتعلمها هتعلمها، واي حاجة كنت مأجلها ومفكرها صعبة هجربها وافهمها لحد ما اتعلمها. شكرا ليك جدا لو وصلت لحد هنا، ما تنساش الاشتراك واللايك والشير.